القائد الجديد للدرك الوطني أحمد بن رمانة. ودونك كيما يقولوا درك نفركوا الرمانة، الرمانة نفتحوا ونشوفوا واش فيها. هذا السي رمانة اللي تعين كرئيس وقائد درك الوطني مؤقت، قائد مؤقت. هذا لما عطاو السيرة الذاتية تاعو وعطاو مسارو ل في جريدة المجاهد، يومية المجاهد منين جابت السيرة الذاتية تاعو، عطا لهم هو السيرة الذاتية تاعو، لأنه هو عنده علاقة بكل قاعات التحرير تاع صحافة بودورو، يعرفوه وديما يدور عليهم ويملي عليهم واش يكتبوا، وهما يقولوها يقروا بها في التقرير ديالهم، ماشي أنا اللي نقولها، هما يقروا بها. لأنه هذا السي منع كان زعيم البروباغندا اللي تبرر القمع والتقتيل. أي نعم، ماشي أنا اللي نقولها، في التقارير ديالو اللي يقولوها تاع المجاهد. طيب نبداو نشوفوا تقرير يومية المجاهد واش يقول. يقول لك قائد أركان قيادة الدرك الوطني الجنرال سيد أحمد بن ترقى إلى منصب قائد الدرك الوطني، والقائد الجديد للدرك الوطني عنده 62 سنة في عمره، اشتغل عدة مناصب داخل المؤسسة العسكرية، فهو حاصل على دبلوم مهندس في الأوتوماتيك اوبسيون جيني إلكتريك من المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بوليتكنيك اللي كانت اسمها لونيتا تاع برج البحري. يقول لك تم تجنيده في مصلحة الإعلام الآلي لقيادة الدرك الوطني، بالما يتعين مكون ومؤثر في مدرسة صف الضباط للدرك الوطني تاع سيدي بالعباس. استفاد فيما بعد بتكوين متخصص في المدرسة العليا للدرك الفرنسي في ميلوز. وهنا الكذبة الأولى، نقول لكم علاش كذب. كملوا ونرجعوا لميلوز، شفاو مليح أو التصوير. يقول لك الضابط السامي اللي معروف في قاعات التحرير في supérieur est très connu dans les salles de rédaction. مش أنا اللي نقولها، هذه يومية المجاهد اللي تقولها. اش جابتها جدارمي في قاعات التحرير تاع الصحف؟ واش جاي يحميهم، جاي يدافع عليهم، جاي لا، يجي يملي عليهم. اي نعم، يملي عليهم، هما هنا يقروا بها. أنا على كل حال أسست 4 صحف في الجزائر، ولا نعرف لا دار حط رجله في المكتب ديالي، ولا ما تجيش. دونك يقول لك هذا زاد، هذا الضابط السامي اللي معروف مليح تري كوني في قاعة التحرير، حيث كيفاش حيث تقلد منصب نائب قائد خلية الاتصال للدرك اللي كان يسير فيها في ذاك الوقت العقيد أيوب عبد الرحمن، في مرحلة جد حساسة تميزت الأحداث الدامية في القبائل في 2001 2002. أيوه، واش معناها هذا الكلام هذايا؟ أنه هذا السي بن رمانة
في 2001 و2002 كان نائب الكولونيل أيوب كان يروح لقاعة التحرير باش يملي عليهم واش يكتبوا على الشيء اللي كان يحصل في بلاد قبايل في 2001 و2002. واش صرا في بلاد قبايل 2001 و2002؟ هو أنه تم في ذاك الوقت في 2001 وين شعل ما سمي بالربيع الأسود. الربيع الأسود اللي كان سبب انفجاره اغتيال قرماح ماسينيسا لمدفع درك. وهذا شاب تلميذ ثانوي، يدرس الثانوية 18 سنة في عمره، في بني والدوالة دخلوه الجدارمية للمخفر تاعهم وقتلوه بالرصاص. قتلوه بالرصاص، وولد الحرام هذا بالرمانة يمشي لقاعات التحرير باش يدير البروباغندا تاع النظام. قال هذا قرماح كان فويو، هذا قرماح كان كذا، هذا منا. ومن بعد لما شغلت النار بعد اغتيال قرماح الماسينيسا والمنطقة كلها هبت كرجل واحد، وبدات المظاهرات تمشي تشعل ضد كل ما هو حكومي وكل ما هو من قوات الأمن. يعني الدرك الوطني سلك سلوك درك استعماري، سلوك تاع قوات احتلال استعمارية. أي نعم. وقبلز ديالهم ولد الحرام اللي اليوم راهو على رأس الدرك الوطني. باش وعلاش داروا على رأس الدرك الوطني؟ باش كملوا لنا عندهم مجرم على رأس الأمن الداخلي، عندهم بوبو ينظم الإجرام جديد في الميتي، يعني هو اللي ينظم العمليات الإجرامية على رأس الأمن الخارجي. وهذا قبل تاع الإجرام تاع الجدارمية يكمل الحل. كيفاش علاش انه كان يروح لقاعة التحرير واش يدير؟ باش يدير بروباغندا، لانه قتلوا 120 متظاهر في بلاد قبايل في مظاهرات سلمية، مظاهرات سلمية، واغلبيتهم ضربوا بالرصاص في الظهر، لانه نظام جبان يقتل في الظهر. في الظهر في الوقت اللي كانوا هما هاربين، ما كانوش صادمين، كانوا هاربين يتيروا عليهم يحطوهم في الظهر. ولد الحرام هذايا بالرمان اليوم يجي يقول لك كان كان يبرر بالاغتيالات والقتل. اي نعم. ما عندوش جرام مشاعر تجاه 120 أم أو أكثر من 120 أم فقدت ابنها، كم من زوجة فقدت زوجها، كم من شاب فقد باباه، كبار وصغار. ما فكرش فيهم ولد الحرام. على هذيك قلت لكم هذوما ولاد الحرام يجي يقتلوا الناس. وشنو ذنبهم؟ الذنب الوحيد هو أنهم خرجوا يحتجوا على اغتيال شاب تلميذ في الثانوية، قتلوه الجدارمية ولاد الحرام داخل كازينو، داخل مخفر دارك. دونك وهذا المجرم وهذا المزور كما كان يزور في الأحداث يزور حتى سيرته الذاتية. واش يقول في سيرته الذاتية؟ باللي هذا درس في مدرسة الدرك الفرنسي في ميلوز، هي
ها هي مكتوبة قدامي. نقول لكم ما كانش مدرسة دارك الفرنسي في ميلوز، درس في مدرسة دارك الفرنسي في مولان، ماشي في ميلوز. كنت تكلمت عليها نهار يتعين، كنت هدرتها. بعد ما نشوف المجاهد ينشروا، هو نشرها جوست بعد ما تكلمت أنا، وكأنه يرد عليَّ. دابا جابك ربي يا سي بوربانة، ترد عليَّ، نهضر لك بالبيان. قُل لي شكون يقول أعطينا الدليل بلي ما كانش مدرسة تاع دارك في ميلوش. أنا نقول لك هاهي قائمة مدارس دارك الفرنسية، les écoles de gendarmerie. Les officiers, sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires sont formés dans l'une des 8 écoles de gendarmerie. L'école des officiers de la gendarmerie nationale AMGN à Melun. Les officiers وراه تكوين تاع ضابط. Les écoles de Châteaulin, Chaumont, Dijon, Montluçon, Rochefort et Tulle pour les sous-officiers. Les écoles de Châteaulin, Chaumont, Dijon, Fontainebleau, Montluçon, Rochefort et Tulle pour les gendarmes adjoints volontaires. وين راحت مدرسة ميلوس؟ قال كاين 8 ما كاينش 9. دونك هذا التزوير الأول. دونك تقول لي توا علاش يزر؟ علاش يزر؟ أنا جينا للبساطين. يزور لأنه في هذه المدرسة تاع مولان شاءت الصدف أنه تلقى في هذيك الفترة كان معاه واحد يقولوا له كان ضابط، ضابط فرنسي يقولوا له هوبert بونو. هوبert بونو. هوبert بونو كان يدرس في نفس المدرسة تاع مولان معاه، ولات صداقة بيناتهم. وبالعقل بالعقل هوبert بونو طلع قائد الدرك الفرنسي في فرنسا، وهما صحاب. وسي بالرمانة عند نهارين طلع قائد الدرك الجزائري، وكانوا يتلاقاو ويجوزوا لي فاكونس مع بعض في إسبانيا. ياك يا سي بالرمانة، شفت كيفاش؟ وكانوا يعني وما زالوا صحاب. تصور بالرمانة يتلاقى في فاكونس الجاية مع سي بونو. بونو يخدم تحت أوامر ريطايو، وإن كان عسكري ولكن دارت تابع لوزارة الداخلية. والسي بالرمانة حتى هو تقدر تقول تحت أوامر ريطايو، متكون في مدرسة تاع دارك فرنسي. وعلى كل حال لازم نعرفوا باللي لو كان هذا السيد ما فيهش الدخ، ما فيهش الدخ، ما فيهش الشكوك، ما يزورش. وعلاش تنكر أنك تكونت مع المدير الحالي القائد الحالي للدرك الفرنسي؟ وين راهو العيب؟ يكون أنا نضيف ما عندي الآخر، تكونت معاه وين راهو المشكل؟ يا أخي حنا تاني عندنا في كلية شرشال وفي المدارس العسكرية تكونوا عدة ضباط وصف ضباط مال من الجيوش الأفريقية، وكمان يطلعوا رؤساء، وتكونوا في المدارس العسكرية الجزائرية وفي الأكاديمية العسكرية لشرشال، وما يخبيوش، ما يخبيوش، لأنه ماشي عيب أنك تكونت في المدرسة تاع الدرك الفرنسي. وبالعكس مليح انك تعرف المدير، يعني كي تشوفها مليح انك تعرف المدير الدرك الفرنسي، تقدر تكون علاقات مليحه بين المؤسستين. ولكن في وقت وين الجزائر تحت حكم عصابه ولاد حرام اللي تبتز في فرنسا ودايره مشاكل مع فرنسا، وطردت مؤخرا جدارميه تاع فرنسا كانوا في السفاره وجاو يساعدوا في تكوين الجزائريين. علاش تخبي؟ تخبي لأنه فيها إن.
نخليكم الكذبة الثانية. الكذبة الثانية بالرمانة يقول لنا باللي طلع جنرال في 2019. يقول لك هذه شوف استرلخ. Boromana était promu au grade de général de la gendarmerie nationale en juillet 2019. هو اللي بعث السي في للموجة، لأنه الموجة شكون ما كان حتى واحد يعرف، يعني يعرفوا كي يجي ولكن ما يعرفوش المسار تاعو، هو اللي بعث له، هو دوك اللي يزور، لأنه مصادر من المجاهد الناس شحال عندهم اللي خرج المقال هذا ويضحوا شكون كتبوا شكون لا قالك يا ودي تعرف كيفاش جانا من عند دارك أن هاوليك حطوا السي في تاعو حطيناه كيما راه ولا واحد مسو ولا واحد مضاه هو شنو هو اللي بعث دونك يقول لك طلع في جويي 2019 انا نقولوا لا يا مرمن لا تكذب تكذب ما طلعش في جويي 2019 طلعت عام من قبل في جويي 2018 واللي راني نتابعوا فيه يقول لي واعطينا البيان البيان يجب لوزارة الدفاع هذا موقع وزارة الدفاع فينال نهاية تاع كاس آه، تاع الكأس العسكري تاع الدرك الوطني نشوفوا انه يقول لك المعهد الوطني تاع الجريمة تاع بوشاوي عقدت فيه هذه البطولة اللي جرات في 21 مارس 2019 وشكون اللي راهو يعلق في لي ميداي مدير المعهد سي بالرمادة تقول لي ما يبانش جراد جينيرال نقول لك شوف الكاسكيطة الكاسكيطة تاع جينيرال شوف اللي جنبه مليح طويلة عليه وتبان الكاسكيطة تاعو تاع ضابط سامي ماشي تاع ضابط جينيرال كان جينيرال وشوف مام لي مونش تاع الليسته تاعو طلع جينيرال في 2018 تقول لي وعلاش ينقص عام يزور لأن في 2018 شكون طلعوه؟ طلعوا جنرال ماجور غالي بالقصير. شكون غالي بالقصير؟ غالي بالقصير كان ينكيتي على مسؤولين في الدولة و معروف عليه راه هارب في فرنسا وشاري وكذا هرب هو ومرته، مرته كانت قاضية في محكمة تيبازا وداروا التير في الشعب وهذا كان خدام حزام عند بالقصير كان يضرب له الشيتا وطلعوا جينيرال ما تحاشم بها ما تحشمش بها انت كنت خدام حزام عند جينيرال هذا روح وكلمة ثالثة والأخرى يقول انه كان مدير تاع بوشاوي آه شوفوا وقتاش حطها donc يقول لك il a bénéficié d'un mal supérieur 2001 en 2004 il partira en formation spécialisée en master en Grande-Bretagne dans les modules d'identification. Là, il est nommé à son retour en statut d'expert dans le poste de directeur de la criminalistique à l'Institut national de la criminalistique de criminologie de Gendarmerie nationale à Bouchaoui, avant de diriger ce pôle de référence d'expertise, par excellence unique en Afrique. En 2004, سيما كان في 2004 مدير طلع في 2014 10 سنين من بعد باش كان مدير على مركز تاع بوشاوي و حتى من بعد تعين قائد اركان الجيش من 2014 2019
أنا يا سي بالرومان نجيب لك الparcours ديالك، شتي كيفاش، تلعبش، أنا نجيب لك لأني أنا لمّا قُلت عليك باللي راك تكوّن في مولان مع بونو، قُلت حوفرات، ولكن الآن وقُلتها، سمعت الآن إنه ممكن هذا التعيين يقدر يستغلّوه شنقريحة وتبون باش يتقربوا من فرنسا، وهذه تخدمك يا بغالون، هذه تخدمك يا بغالون واش بيك؟ زيد ذكّرهم بها قُل لهم راني نعرف مدير تاع الدار تاع فرنسا صاحبي، يقول لك مالا شوف كاش تقرّب منه كاش نبطحوا سكيمي، ما يضروكش، راهو في حالة انبطاح، النظام الجزائري راهو في حالة انبطاح، يحاول شكون يقرّبوا من ماكرون، من ريتايو، من أي واحد، للأسف الدرك اللي نورمالمون يحارب التزوير على راسه واحد مزور، يحارب الجريمة على راسه واحد بروباغونديست تاع الجريمة، ما بقاتش بلاد، قُلت لك ما بقاتش دولة، هي ما بقاتش دولة.